تخيل إن في جهاز بيصور اللي بيحصل جوه جمجمتك وانت ماسك الموبايل وبتعمل سكرول بالساعات في الفيديوهات القصيرة. الشاشة بتنور وعينك مبرقة، بس جوه مخك في كارثة حقيقية بتحصل بالبطيء. مسارات عصبية كاملة بتطفي وتضمر، كأن في فيروس خفي بياكل في الذاكرة بتاعتك حتة حتة. الظاهرة المرعبة دي العلماء سموها تعفن المخ أو البرين روت. انت مش بتسلي وقتك، انت حرفيا بتعمل مسح تدريجي لقدرتك على التفكير والتحليل العميق. والمشكلة الأكبر انك ما بتحسش بالكارثة دي غير لما تلاقي نفسك مشتت وناسي انت كنت داخل الأوضة دي ليه أصلا. كمل معايا عشان تفهم الفخ الكيميائي ده. مصطلح تعفن المخ مش مجرد تشبيه أدبي، ده توصيف طبي دقيق لحالة الانهيار الإدراكي اللي بتصيب العقل لما تعرض لسيل المعلومات ده. الإحصائيات الأخيرة بتأكد إن متوسط انتباه الإنسان نزل ل8 ثواني بس، يعني أقل من انتباه سمكة ذهبية. كل فيديو مدته ثواني بيعمل صدمة سريعة في مركز المكافأة في مخك. المخ مش متصمم يستقبل 100 فكرة ومشاعر مختلفة في دقيقة واحدة. النتيجة هي إن المعالج بتاعك بيسخن وبيهنج وبيدخل في حالة شلل مؤقت. لما ده بيحصل كل يوم، كفاءة المخ بتقل وتلاقي نفسك فاقد الشغف ومش قادر تقرأ صفحتين على بعض من أي كتاب. السر كله مستخبي في هرمون الدوبامين اللي بيتقال عليه هرمون السعادة. التطبيقات دي متصممة بخوارزميات ذكية جدا عشان تخطف الهرمون ده وتخليه يضرب في السماء مع كل سحبة شاشة. لما الدوبامين بيعلى فجأة بشكل صناعي، المخ بيبدأ يدافع عن نفسه ويقلل المستقبلات العصبية عشان يحمي نفسه من الانفجار. النتيجة إن الأشياء اللي كانت بتبسطك زمان ما بقتش تجيب معاك نتيجة، وبقيت محتاج جرعات أكبر عشان تحس إنك مستريح. دي نفس الدورة الكيميائية للمدمنين بالظبط. المخ بيقول أنا عايز كمان، وانت بتديله لحد ما السيستم ينهار وتدخل في دوامة فراغ ومش عارف تخرج منها ازاي. الجريمة التانية اللي بتحصل جوه دماغك هي تدمير الذاكرة العاملة. دي المساحة اللي مخك بيستخدمها عشان يحتفظ بالمعلومات ويحلل الأمور. لما بتتفرج على محتوى سريع وعشوائي، انت بتعمل مسح وكتابة فوق الذاكرة دي آلاف المرات في الساعة، كأنك بتكتب على سبورة وتمسحها بسرعة قبل ما الحبر ينشف. مع الوقت السبورة دي بتبوظ وما بتبقاش قادرة تحتفظ بأي معلومة جديدة. عشان كده بتلاقي نفسك ناسي أسماء الناس بسرعة، أو تحط مفاتيح البيت في مكان وتدور عليها بالساعات. قدرتك على استرجاع المعلومات بتقل بشكل واضح جدا، وبيبقى تركيزك هش وضعيف قدام أي مشتت خارجي بيفصلك عن شغلك. الجزء الأمامي من مخك اللي اسمه القشرة الجبهية هو المدير المسؤول عن التفكير العقلاني واتخاذ القرارات. العلماء اكتشفوا من خلال الرنين المغناطيسي إن الجزء ده نشاطه بيقل جدا وبيطفي لما بتدخل في حالة الإسكرول اللانهائي. انت في اللحظة دي بتتحول حرفيا لآلة مسلوبة الإرادة. بتلاقي صباعك بيتحرك لوحده وبتقلب في الفيديوهات وانت مش مستوعب انت بتعمل ايه ولا ضيعت كام ساعة. المدير المسؤول نام وساب القيادة للغرائز البدائية اللي بتدور على المتعة السريعة. وده بيفسر ليه بيبقى صعب ومؤلم إنك تقفل الموبايل وتقوم تعمل الشغل اللي وراك، لأن إرادتك بقت مش تبعك ومسحوبة منك تماماً. الكارثة مش بس في الذاكرة، دي بتمتد لمشاعرك وتعاطفك مع اللي حواليك. في ثواني بتشوف فيديو يضحك وبعده فيديو حزين وبعده حد بيرقص. التقلبات العاطفية العنيفة دي بتعمل صدمة للمراكز الحسية جوه المخ. مع الوقت المخ بيفقد قدرته على التفاعل الحقيقي مع المشاعر، وبيدخل في حالة تبلد عاطفي كامل، كأن اللي قدامك ده ما حصلش أصلاً. ما بتحسش بالناس اللي معاك في نفس الأوضة، وممكن حد يكلمك وانت باصص في الشاشة وما بتردش عليه لأنك فصلت عن الواقع. المشاعر محتاجة وقت عشان تنضج، لكن الشاشات بتحولها لومضات سريعة ملهاش أي معنى عميق يربطك باللي حواليك. في السبعينات العلماء عملوا تجربة شهيرة اسمها حديقة الفئران عشان يفهموا الإدمان. جابوا فار حطوه في قفص فاضي لوحده ومعاه مية فيها مخدر. الفار شرب المخدر لحد ما مات لأنه كان حاسس بالملل. لكن لما عملوا قفص كبير مليان لعب وتواصل، التجربة هي قدامنا أثبتت إن الفئران شربت المية العادية وما راحتش للمخدر خالص. التجربة دي بتثبت إن الإدمان هروب من واقع قاسي أو ممل. إحنا بنهرب لتعفن المخ لما بنحس إن حياتنا الحقيقية فاضية. الموبايل بيقدم الملاذ السهل والهروب السريع من مواجهة مشاكلنا الحقيقية، وبيهدي القلق المؤقت، بس بيدمر عقولنا في المقابل. الأخطر إن حالة تعفن المخ بتسرع من شيخوخة الخلايا العصبية بشكل مرعب. دراسات حديثة رصدت إن الاستهلاك المفرط للمحتوى التافه بيقلل المادة الرمادية المسؤولة عن الذكاء والتعلم.
انت حرفيا بتقلل قدراتك العقلية وما عندكش حجة تستمر في التدمير ده. كأنك رياضي بطل يتمرن وقعد في السرير سنين طويلة، فهيحصل في عضلاته ضعف شديد وضمور. المخ عضلة، لما مش بتستخدمها في التفكير العميق وحل المشاكل بتبدأ تضمر وتموت بالبطيء. لسه الفرصة قدامنا نلحق نفسنا قبل ما هيفضل شبح أمراض الذاكرة والزهايمر المبكر يهدد أجيال كاملة فقدت قدرتها على تشغيل عقولها واستسلمت للراحة الكدابة اللي بتقدمها الشاشات. لحسن الحظ المخ البشري عنده قدرة سحرية اسمها المرونة العصبية، يقدر يعيد بيها بناء الروابط اللي اتدمرت لما تغير عاداتك. الخلايا التعبانة دي المخ بيصلحها وبيرجع يبني لنفسها مسارات جديدة وقوية جدا. طوق النجاة بيبدأ بخطوات بسيطة. جرب تعمل صيام دوبامين لمدة يوم تقفل فيه كل إشعارات السوشيال ميديا. استبدل السكرول بقراية كتاب بيحتاج تركيز، أو ممارسة رياضة هادية، أو حتى إنك تقعد تتأمل في هدوء. ادي لمخك مساحة يتنفس وينظف السموم الكيميائية دي. في البداية هتحس بملل قاتل وتوتر لأن مخك بيطلب الجرعة السريعة، بس بعد فترة الضباب هينقشع وهتلاقي نفسك فايق وتركيزك رجعلك. انت المتحكم الوحيد في بوابة عقلك مش الخوارزميات الذكية. لما تختار انك تقفل الشاشة وتعيش في الواقع، انت بتنقذ نفسك من موت إدراكي بطيء وتشتت ملوش نهاية. المعركة دي مش سهلة، بس عقولنا الغالية دي لازم نحافظ على احترامها ونديها حقها في التفكير والتأمل. لو حلقة النهاردة نورت لمبة حمراء جواك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في قناة دهشة وحياة عشان يوصلك كل محتوى بيبني العقل. انزل في التعليقات وشاركنا ايه اكتر تطبيق بيسرق وقتك، وهستنى المناقشة معاكم في التعليقات ونرد على بعض. أشوفكم الحلقة الجاية في رحلة جديدة مليانة دهشة وحياة ووعي حقيقي.